أن نعق عن ابننا، فقالت لنا بعض الأخوات إن هذا شهر مشؤوم، تقصد شهر صفر، فأخرناها إلى الشهر القادم، هل يلحقنا إثم بذلك؟ أولا لا يجوز التشاؤم بشهر صفر، وهذا من المحرمات التي تنقص كمال التوحيد الواجب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا هامة ولا صفر. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير فليس منا. ومن ثم فإن هذا الفعل من المحرمات التي لا يجوز للإنسان أن يفعلها، ألا وهو التشاؤم بشهر صفر. وأما بالنسبة للعقيقة، فالأصل في العقيقة أن يراد بها تقوية بدن المرأة الوالد، لأنها عندما تلد يضعف بدنها، شيء من التغذية ليعود البدن إلى قوته ونشاطه، وتتمكن المرأة من تغذية ابنها الرضيع الذي يرضع من صدرها. ومن ثم فالأصل هو التبكير بهذه العقيقة لتحقق هذه المقاصد الشرعية. وأما لو أخرت لسبب من الأسباب، إما لعدم وجود المال الذي يمكن شراء العقيقة به، فحينئذ نرجو ألا يكون عليهم حرج بسبب هذا. أما تأخيرها بسبب التشاؤم والتطير فهذا من المحرمات التي يأثم فاعلها. أحسن الله إليكم شيخنا. أخونا سعود من حائل سأل سؤال يقول: